العميل جالنا النهارده بيشتكي ان العربيه اتحكت وهي راكنه في الشارع وخايف جدا ان الاحتكاك يكون وصل لطبقه الدهان. الخبر الكويس ان العربيه كانت منفذه معانا فيلم حمايه من اكتر من سنه. تعالوا مع بعض نشوف الاحتكاك واصل لحد فين. كل اللي محتاجينه في مشكله زي كده فوطه، ممكن شويه كحول معانا، اتفرج معايا يعني حتى الفيلم الحمايه ما تاثرش، ما حصلش فيه اي غدوش. دي فايده افلام الحمايه يا جماعه، بدل ما كنت هتروح ترش رفرف واكسدام، ده غير التكلفه والوقت اللي هيضيع، ده غير ان العربيه هيقل من قيمتها. حل مشاكل زي كده بعد فيلم الحمايه بيكون ابسط بكتير. افلام الحمايه ما بقتش رفاهيه، ده استثمار في قيمه عربيتك هتعرف قيمته على المدى البعيد مع كل مشكله عربيتك بتتعرض ليها في الشارع. بعت لنا رساله دلوقتي واعرف تفاصيل الحمايه. شكرا ليكم. العميل جالنا النهارده بيشتكي ان العربيه اتحكت وهي راكنه في الشارع وخايف جدا ان الاحتكاك يكون وصل لطبقه الدهان. الخبر الكويس ان العربيه كانت منفذه معانا فيلم حمايه من اكتر من سنه. تعالوا مع بعض نشوف الاحتكاك واصل لحد فين. كل اللي محتاجينه في مشكله زي كده فوطه، ممكن شويه كحول معانا، اتفرج معايا يعني حتى الفيلم الحمايه ما تاثرش، ما حصلش فيه اي غدوش. دي فايده افلام الحمايه يا جماعه، بدل ما كنت هتروح ترش رفرف واكسدام، ده غير التكلفه والوقت اللي هيضيع، ده غير ان العربيه هيقل من قيمتها. حل مشاكل زي كده بعد فيلم الحمايه بيكون ابسط بكتير. افلام الحمايه ما بقتش رفاهيه، ده استثمار في قيمه عربيتك هتعرف قيمته على المدى البعيد مع كل مشكله عربيتك بتتعرض ليها في الشارع. بعت لنا رساله دلوقتي واعرف تفاصيل الحمايه. شكرا ليكم.